جماعة بركة عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايبه لكم وصفة تحفة، فكرة حلوة جدا لغدا يوم الجمعة، هتشكريني عليها. عايزة اقول لك هنعمل النهاردة صينية رز معمر في الفرن بالقشطة كده الفلاحي والسمن البلدي، ولا صينية البطاطس دي بطريقة جديدة لانج محدش عملها خالص، فيها كل اسراري وحركاتي وتركاتي صينية البطاطس دي وصينية الرز المعمر ده. صلى على النبي وتعالي معايا يا ست الكل. اول حاجة انا معايا صينية مقاس 30، ومجهزة 4 كوبايات رز مصري مغسول ومتصفي. طبعا الرز متنقي ومغسول ومتصفي وزي الفل. الصينية دي مقاس 30، فهحضر فيها 4 كوبايات رز. ده مناسب جدا. خلي بالك لازم تسيبي مسافة في الصينية وانتي بتحضري الصينية. هقولك دلوقتي هتعملي ايه. هنزل عليها بايه بقى؟ معلقة كبيرة ملح. هدوب الملح كده واقلبه في كل الرز عشان يبقى كله متملح كويس. وخلي بالك من حاجة، لازم تسيبي مسافة فاضية زي تلت الصينية كده في اي صينية رز معمر بتعمليها، عشان الرز لما يدخل الفرن هيغلي وهيفور، ما يبهدلكيش الفرن. تمام. هنزل بايه بقى؟ لتر ونص لبن جاموسي من اللبان، لتر ونص لبن جاموسي من اللبان. وهننزل بايه كمان؟ قشطه بقى، اي نوع قشطه عندك. انا كان عندي قشطه من وش اللبن، عندك قشطه فلاحي، قشطه معلبه، اي نوع قشطه عندك حطي كده معلقتين كبار كده. الرز المعمر لازم يتخدم كويس. ومعلقه كبيره بس سمنه، اي نوع سمنه انت بتفضليها، بس انا عندي كان السمنه دي صفرة بلدي فحطيت منها. عايزه اقولك تركه هنا حلوه. انا بنقع الرز ساعه ونص، ما بعرفش اسويه كده على طول، ما ينفعش احط الرز كده واروح اسويه. طب انت مش فاضيه تعملي ايه؟ اغلي اللبن وضيفيه على الرز وبعدين روحي سويه لو مش فاضيه او مستعجله. نيجي بقى لمرحله السوا. الفرن يشتغل من فوق ومن تحت على اعلى درجه حراره لحد ما الرز يغلي كويس ويعمل وش بالشكل ده. بعد كده هدي النار خالص زي الشمعة واسيبه 10 دقايق او 15 دقيقة، يعني مدة تسوية صينية الرز كاملة من 20 ل25 دقيقة. يلا بقى نعمل احلى صينيه رز في العالم. على فكره قصدي صينيه بطاطس. صينيه البطاطس دي اسرارها وتركاتها كلها عندي، محدش بيعملها غيري. معلقه كبيره سمنه ومعلقتين زيت. هنزل عليهم بايه بقى؟ بصلايه كبيره متقطعه كده جوليان بالشكل ده. بصلايه واحده كبيره لان انا النهارده هعمل كيلو بطاطس بس، فلو هتكتري بطاطس اكتر ممكن تزودي في البصل شويه. دي بصلايه واحده حجم كبير على فكره. عايزه اقلب البصلايه كده تدبل شويه او تاخد لون اصفر كده او اشقر جميل، مش تحمير، تشويحه. دي تشويحه. ماشي. البصله اتشوحت وخدت اللون الاصفر كده الحلو. هنزل بايه بقى؟ كام فص توم مفرومين ناعم، وشويه فلفل اسود، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، حبهان ورق لوري، وفلفل احمر وفلفل اخضر. خدي مني الطريقه دي وجربيها وهتدعيلي ان شاء الله. هنزل بقى بالفلفل الاسود وبالثوم المفروم، ورق اللوري وفصين حبهان والفلفل. بعد كده بقى مجهزه جنبي ايه بقى؟ مجهزه جنبي طماطمايه كده بشرها بالمبشره. بحبش اعمل صينيه البطاطس مع الرز المعمر بالصلصه، بصراحه احنا بنحبها كده. جربيها وقولي لي رايك على ضمانتي. كنت سلقه نص كيلو لحمه، اللحمه مستويه سوا كامل. احنا عارفين البطاطس اصلا ما بتاخدش وقت ولا بتاخد سوا كتير، علشان كده سلقت اللحمه بره الاول قبل ما انزل بيها على الحاجات الجميله دي. كنت مقطعه كيلو بطاطس قطع سميكه كده بالشكل ده عشان ما تتهريش مني. ده كيلو بطاطس مقطعاهم او زي الفل وغسلاه زي الفل وتمام التمام. ومعايا طماطمايه كده بشرها بالمبشره او مقطعاها زي طماطم السلطه. ومعايا باكيت ايه؟ بهارات. باكيت بهارات بطاطس. تمام. طبعا اللحمه خدت كده شويه كده مع نفسها 10 دقايق، غطيتها وسبتها كده تاخد وتدي وتاخد تشرب من الصوص ومن الطعم البهارات والبصل كده وتبقى تحفه. قبل ما انزل بايه بقى؟ بالطماطم وبالبهارات. وهنزل بشويه ميه او شوربه المتوفر عندك، يا ميه يا شوربه، بس هي اصلا مش محتاجه، هي جميله لوحدها. هغطي بقى عليها واسيبها تغلي. تغلي كويس جدا. البطاطس من الحاجات اللي متاخدش سوا كتير، يعني مدة السوا الكاملة تقريبا 15 دقيقة. صينية البطاطس مع المتابعة بتاخدش اكتر من 15 دقيقة. بصوا بقى الجمال. خلاص هي كده استوت بقى. بنزل كده عليها كده بالمعلقة، بلاها خلاص المعلقة بتنزل فيها كويس، يبقى هي كده خلاص اعرف ان هي استوت. دخلتها بقى الفرن كده تحت الشواية، اصلا اللحمة مستوية والبطاطس ما بتاخدش وقت كتير. دخلتها تحت الشواية كده 10 دقايق. شغلت شواية البوتاجاز من فوق بس،
دخلتها 10 دقايق كده ايه، اتسبكت اكتر واللحمه اتحمرت وبقت احلى واحلى جمال. يلا نقدم بقى الاكله الجميله بتاعتنا. عايزه اقولك احلى اكله هتعمليها واحلى فكره لغدا يوم الجمعه. بص بقى جمال صينيه الرز المعمر. الرز السوا بتاعه مظبوط جدا، الملح مظبوط، الرز مفلفل هوريهولك دلوقتي. مفيش ولا رزايه لازقه في التانية. انا ما حطيتش ميه غير ربع كوبايه ميه على فكره، يعني فوق اللتر ونص لبن انا يعتبر حطيت ربع كوبايه ميه بس. ما تستغنيش عن فكره نقع الرز. لو مستعجله اغلي اللبن وحطيه على الرز وروحي سويه. لكن فكره النقع بصراحه هي بتنقذني، يعني على طول انا معتمداها بصراحه. بص بقى الرز وجماله، ريحته مفحفحه وقلب البيت. القشطه بقى والسمن البلدي. هو الرز المعمر يا جماعه بيحب يتخدم. تخدم يعني تحطي له سمنه بلدي كويسه، قشطه كتير. بصي وتظبطي بقى اللبن بتاعه والعقد بتاع الميه بتاعته. مش عايزه احكي لك على الجمال والروعه، لان انت لازم تجربيها بنفسك.